بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك للنادي الاهلي ونادي بيراميدز الاثنين ما شاء الله، يعني ده بيحتفل وده بيحتفل. ودرع الدوري رايح في استاد القاهرة عشان النادي الاهلي يتوج رسميا ببطولة الدوري. فبقلب كده وبص لقيت برضو بيراميدز ماتش خلصان 5-1، كسبان سيراميكا كليوباترا 5-1، صفر الحكم. لعيبه بيراميدز نزلت تحتفل. يعني هم بيحتفلوا بايه؟ ولا احنا بنلعب ايه؟ ولا احنا مين؟ احنا لماذا نحن هنا؟ يعني احنا، يعني المسابقة دي الدوري ده، يعني أنا مش فاهم. أنا هنكت بصراحة. النادي الأهلي النهاردة كان عنده مباراة مهمة قدام فاركو وذكريات سيد عبد النعيم ودوري 2002 2003. كانت مسيطرة على الواحد قبل الماتش بيبتدي النهارده بنفس التشكيل الثابت لعماد النحاس الشناوي في حراسة المرمى، العش ياسر، على اليمين هاني، على الشمال أحمد نبيل كوكا. نص الملعب مكون من مروان عطية وعمرو السولية، قدامهم امام عاشور، على اليمين طاهر محمد طاهر، على الشمال اشرف بن شرقي، قدامهم وسام ابو علي. الماتش بيبتدي بسيطره لفريق فاركو اللي بيلعب وكان متماسك جدا في المباراه، واللي كان شكله اخطر، او يعني كان شكله ايجابي اكتر، وجات له ركنيتين وتحس ان الماتش خير. ايه انتوا ناويين على ايه؟ هيعملوها ولا ايه؟ المهم يا سيدي، اشرف بن شرقي بيعمل ثرو باص حلوه قوي لاحمد نبيل كوكا اللي يلاقي نفسه منفرد بالمرمى، يلعبها بالعرض، يحط وسام ابو علي اول اهداف. وانا شاكك في الهدف ده، حاسس انه اوفسايد، مش عارف ليه يعني، بس ما علينا. 1-0 للاهلي. الاهلي بيكمل برتم نوعا ما اعلى، خد الثقه، هدي الدنيا بقت تمام. وفاركو في نفس الوقت متماسك وبيحاول وبيتسبب في خطوره يعني طفيفه، لكن ما تحسش ان الفريق ده اللي بدأ الماتش هو الفريق اللي نهى المباراة. المهم يا سيدي، بيجي الجول التاني بكرة برضو لوسام ابو علي. بيعدي اشرف بن شرقي بعد ما عمل 1 2 مع طاهر محمد طاهر، بيعدي من على خط المرمى والكرة ما تجاوزتش بكامل محيطها، وعشان كده الحكم امر باستمرار اللعب، بيلعبها بالعرض لوسام ابو علي اللي النهارده اهدافه كلها تبان لك انها سهله، ولكن حلاوه الاهداف دي في التمركز بتاع المهاجم الصريح. هو وسام ابو علي بيحط الجول الثاني. قبل نهايه الشوط الاولاني بيتصاب احمد العش وبينزل مكانه اشرف داري، والمباراه بتفك من النادي الاهلي. تحس ان ورا الدنيا فكت، تحس ان في هرجله، تحس ان في نوع من انواع العبث الدفاعي بالنسبه للنادي الاهلي. اوريدي اصلا الاهلي كده كده دفاعه مش احسن حاجه، ولكن المباراه بتكمل. الشوط الاولاني نقفل بقى التلفزيون ده بس عشان ايه، مش راضي يقفل، ما علينا. المباراة بتكمل، الشوط الأولاني بيكمل 2-0، والأهلي بيطلع إلى بر الأمان من غير ما يستقبل أي أهداف. وده كان الوقت الأخطر لفاركو من ساعة إصابة أحمد العش لحد نهاية الشوط الأولاني. بيبتدي الشوط الثاني، الأهلي منظم أكتر، تحس إن اللعيبة خدت نفس. كرة المباراة وهي الكرة المحورية بتاعة إمام عاشور اللي راح انفراد وعرقله حارس مرمى فاركو. حارس مرمى فاركو بياخد كارت احمر مباشر وضربه حره مباشره. فاركو بيلعب ناقص لعيب، بينزل جول كيبر. بصراحه انا بعذره لانه ما لعبش ولا مباراه الموسم ده، واكتر لعيب كان لاعب مباريات هو محمد سعيد شيكا، الجول الاساسي بتاع فاركو. فالراجل بينزل يلاقي الكره على طول في الشبكه، على طول ضربه حره مباشره. اسامه ابو علي بيحطها قويه في نفس زاويه الجول اللي خد خطوه، عشان كان متخيل ان الكره تلعب من فوق الحيطه، وبعدين لقى الكره في الزاويه العكسيه. يمكن فكرني بجول برضه وسام ابو علي اللي خدع فيه محمود جاد في ماتش المصري 3-0. طبعا في الاثناء دي كان بينزل علي معلول، اللي هو نوع من انواع التكريم لعلي معلول. هو وقفشه بينزلوا مكان احمد نبيل كوكا ومكان اشرف بن شرقي اللي طالع ممتعض وبيعد الساعات والدقائق والايام عشان يرحل عماد النحاس اللي ما بيلعبوش ماتش كامل. السيرك القومي، السيرك القومي، يعني ما خلاص بقى الجول الرابع كوره من امام عاشور لعلي معلول. طبعا خلاص هي تقسيمه، اشبه بالتقسيمه ده، ممكن حتى التقسيمه تبقى اقوى من كده. بيلعبها بالعرض وسام ابو علي جول. لعيبه احمد خطاب بيعمل طبعا تغييرات بقى، ايه، بينزل لعيبه صغيره. خلاص هو ما فيش اي فكر، فرق رمى الفوطه تماما واستسلم تماما. ولعيبه الاهلي سخنت بقى، يعني لعيبه الاهلي افتكرت انها هتلعب الكوره اللي ما لعبتهاش طول الموسم، افتكرت انها تلعب الكوره في النص الثاني من الشوط الثاني. الجول الخامس
لحسين الشحات اللي كان يا دوب لسه نازل، اتلعبت بالعرض من وسام ابو علي بيفوتها قفشه، يلاقي حسين الشحات على عدلته اللي بيحبها، اللي هو يلطشها بيمينه في الزاويه البعيده. الجول الخامس والجول السادس الجميل بصراحه، والسيمفونيه اللي حصلت ما بين امام عاشور لمروان عطيه بيلعبها بالعرض لحسين الشحات اللي بيصلحها بكعبه لامام عاشور اللي بيحط الجول ال 13 ليه في مباريات الدوري، ويصبح حتى الآن حتى هذه اللحظة هو الهداف الرسمي للدوري برصيد 13 جول، في انتظار مباراة الزمالك وفاركو وما ستسفر عنها من أهداف لناصر منسي الأسطورة. الأهلي بيفوز بالدوري وبيراميدز أيضا بيحتفل بفوزه بالدوري. أنا معرفش مين اللي فاز لأن لسه القرار النهائي ما اتأكدش، لأن الدوري بتاعنا مش في الملعب، هو دوري خارج الملعب. بعض الرسائل السريعة عايز أقولها: اوعى تفتكر ان احنا تعبنا الموسم ده ونستحق. احنا لا نستحق الدوري، والدوري جه هدية من الآخرين ونظرا لضعف مستويات الفرق الأخرى وليس لقوة النادي الأهلي. النادي الأهلي عمل أخطاء كتيرة جدا، بدأت من مجلس الإدارة اللي ما دعمش بالشكل المظبوط في بداية الموسم، ترنح واهتزاز في الأداء، نتائج سلبية، صبر على الجهاز الفني أزيد من اللازم، خسارة السوبر الأفريقي، خسارة الانتركونتيننتال برغم إن أنت كنت أقرب. طبعا انت الرابطه انت دخلت وما دخلتش او لعبت وما لعبتش تعتبر يعني، وانت كده كده ما كانش ليك في كاس مصر لانك كنت منسحب السنه اللي فاتت منه وحرمت منه هذا الموسم. انت ما فزتش على اي منافس مباشر ليك، ما فزتش على بيراميدز، اتعادلت معايا في الماتشين، اتعادلت على الزمالك، اتعادلت مع الزمالك وانسحبت قدامه. والاداره اثرت طبعا في الملف ده لانها حطت الاهلي في موضع شك حتى هذه اللحظه. انت بتحتفل ولكن انت لسه عندك قضيه مرفوعه بسبب القصه اللي احنا عارفينها بتاعت الانسحاب الشهيره والثلاث نقط ومش 3 نقط والحاجات دي كلها. دوري هو الاصعب لو اتاكد بنسبه 100%. دوري مثير، ولكن ما نقدرش ان احنا نخدع نفسنا ونقول ان احنا لعبنا كويس. لا، احنا قصرنا جامد جدا في الموسم ده، ما لعبناش كرة حقيقية، قصرنا على كل المستويات، مستويات اللعيبة والمستوى الفني. ما نقدرش نقول ان عماد النحاس عمل طفرة، هو يا دوب لم الشمل ومشى الدنيا بالدهلكة، مشى الدنيا بالحب. لكن انت لازال عندك اخطاء دفاعية عنيفة يعني ربنا يستر على كأس العالم. والإدارة أخطأت في ملف الصفقات لأنها كانت المفروض تبتدي تدعيم من الموسم الماضي، تجيب معظم اللعيبة اللي عايزة تدعم بيها وتجيب قليل من الصفقات يعني تكملهم في يناير، ويا دوب ممكن تحقق بلعيب أو اتنين عشان يحصل انتجريشن وهارموني أو انسجام وانصهار فني للعيبة دي مع بعض. لكن أنت جايب فرقة أول مباراة رسمية ليها هي مباراة انتر ميامي في كأس العالم، وده طبعا هيبقى صعب جدا. والخط الخلفي عندك مضحك بصراحه، حارس مرمى النهارده محمد الشناوي كان مهزوز جدا. شوبير ما تقدرش انك انت برضو ترمي تقلك عليه كله لانه في الاول وفي الاخر ما بيلعبش كتير. ربنا يستر على كاس العالم. هنحتفل النهارده او هننبسط او يعني المباراه الحقيقه عوضتنا نوعا ما عن الكوره الرديئه اللي احنا شفناها طوال الموسم. مبروك للجهاز الفني اللي تعب الفترة اللي فاتت على مدار الشهر اللي فات. فعلا هم عملوا كل اللي قدروا عليه. الاهلي اداؤه ما اتغيرش 180 درجة، ولكن هم اجتهدوا وربنا كرمهم. هنشوف ايه اللي هيحصل طبعا في ملف القضية المرفوعة في الكاس من نادي بيراميدز، اللي بالمناسبة هو النهارده ممكن يبقى بطل دوري. You never know، ولا تعرف الملف هيرسى على ايه، وممكن بعد كام يوم يبقى بطل لدوري ابطال افريقيا، وممكن يوم 5/6 يبقى بطل لكاس مصر. ولو اني اشك في هذا وهفكرك يعني قارن ما بين ماتشين الزمالك قدام بيراميدز في الدوري وشوف اداء الزمالك هيبقى في الكاس عامل ازاي. عموما ده اللي كان عندنا النهارده. اعتقد الفتره الجايه هنطلع برضه نتكلم وندردش في بعض المواضيع والاراء الرياضيه وتوقعاتنا لموسم الاهلي القادم ان شاء الله. نشوفكم على خير باذن الله. الف مبروك للنادي الاهلي، تصبحوا على خير، السلام عليكم.